عاوزين نعمل بسكوت مفيد ومختلف عن الأولاد بياخدوه كل يوم ويكون كمان صحي ويحبوا طعمه. هنعمل النهاردة بسكوت حلو جدا من غير أي نوع من الدقيق. هنجيب بيضتين متوسطين ونص كوباية من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا ورشة ملح. هنضرب الحاجات دي كويس كده مع بعضها لحد ما لونها يفتح شوية، يا اما بالمضرب الكهرباء او بالمضرب اليدوي. حط 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، معلقة من الكريم شانتيه الخام، نص معلقة من البيكنج باودر، وكوبايتين ونص من السوداني. انا هجيبهم وهطحنهم بعد ما احمصهم. كوبايتين من الشوفان برضو هحمصه وهفرمه كده في الكبة. انا هجرش السوداني بس عشان طعمه كده يظهر في البسكوت بتاعنا. هخلط المكونات اللي كنت حطاها على بعضها، وهحط بقى دلوقتي كوبايتين ونص من السوداني، هاخد منهم كوبايتين بس وهشيل النص على جنب هقول لكم في الاخر. وهنحط كوبايتين الشوفان اللي حمصته كمان طحنته في الكب. هبدأ دلوقتي اقلب المكونات مع بعضها لحد ما تتكون عندي عجينة كده بالمعلقة عادي خالص، والعجينة هتكون بتلزق. هدهن بقى الصاج بتاعي زيت، وكمان معلقة اللي انا هشكل بيها البسكوت او ممكن اشكله بايدي. هدهن ايدي زيت واشكله بايدي كرات صغيرة. انا عملته بالمعلقة علشان يبقى كل البسكوتات حجم بعضها. المقدار ده هيعمل لي 30 بسكوتة. هكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة متوسطة، هيدخل على الرف الأوسط درجة حرارة 180، وهياخد تقريبا من 10 ل 12 دقيقة. بصوا عمل كمية حلوة جدا. هخرجه وبعد كده هسيبه يهدى 5 دقايق، وهبدأ دلوقتي أزينه. هجيب شوكولاتة هدوبها على البخار حوالي 200 جرام من الشوكولاتة، واحط عليها كمان معلقتين من الزيت. هتشوفوا معايا دلوقتي. بصوا شكل البسكوت حلو جدا. هبدأ بقى دلوقتي اجهز النص كوباية سوداني وكمان الشوكولاتة اللي انا مدوباها، وهحط البسكوتة في الشوكولاتة وبعد كده هحطها في السوداني. ممكن كمان استبدل السوداني ده بالسمسم او بالشوفان او ما زينوش خالص، هو طعمه حلو جدا كمان. هحطهم كلهم على صينية عليها كيس بلاستيك كده علشان ما يلزقش، وهحطه في التلاجة 5 دقايق يتماسك بس. هخلص كل المقدار اللي عندي وهحفظه في علبة كده وهديهم منه كل يوم الصبح، هيعجبهم جدا.